الجماهير الحمراء الآن تعيش حالة من الترقب والحماس الكبير. الكل في انتظار لحظة انطلاق مشوار المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026. فبعد سحب القرعة رسمياً، والتي شهدت وقوع النادي الأهلي في مجموعة قوية جداً، تبدأ الأنظار تتجه إلى أول تحد حقيقي أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، في مواجهة توصف بأنها اختبار القوة والجاهزية لبطل إفريقيا الدائم. الأهلي يدخل البطولة هذه المرة بطموح لا حدود له، فالفريق يبحث عن بداية نارية وعن تأكيد حقيقي على أنه جاء ليستعيد عرشه الإفريقي من جديد. المدرب والجهاز الفني يدركان أهمية ضربة البداية، والجماهير لا تتحدث سوى عن الفوز الأول، لأن الانطلاقة القوية هي ما تصنع الفارق في مشوار البطولة الطويل. المباراة المنتظرة ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، أحد أيام 21 أو 22 من شهر نوفمبر الجار. المكان هو معقل البطولات، والجماهير تستعد لتلوين المدرجات بالأحمر في ليلة من ليالي إفريقيا التي لا تنس. الأجواء ستكون مشتعلة، الحماس في أعلى درجاته، والتحدي سيكون كبيرا بين عملاق القارة الأهلي والفريق الجزائري صاحب التاريخ الكبير شبيبة القبائل. أما عن القنوات الناقلة، فستكون شبكة بي إن سبورتس القطرية في الموعد لتنقل أحداث المباراة مباشرة وبجودة عالية، باعتبارها صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال القارة. كما تنضم قناة أون تايم سبورت المصرية إلى قائمة الناقلين، خاصة أن اللقاء سيقام داخل الأراضي المصرية، لتمنح المشاهد تغطية شاملة وتحليلا فنيا قبل وبعد المباراة.